اهلا بيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. حبيت اشرح المحاضرات سريعا كده عشان لو حد محتاج حاجه. الفيديوهات هرفعها من غير اي ايديت او اي يعني تعديل عشان خاطر الوقت وتلحق يعني تتشاف. تمام. اول محاضره دي كانت عباره عن ريفيجن، فهنا بيقول لك مجالات الكمبيوتر فيجن عندك ايه. اي ماده انت خدتها مع الدكتور يعني هتلاقيها موجوده. ادي السيجنال بروسيسنج، الباترن ريكوجنيشن، الايمج، الاي اي، ماثماتكس، فيزيكس. يعني كل دوت كده مشترك من الحاجات اللي احنا خدناها مع الدكتور قبل كده. تمام. هنا بقول لك الصوره لما بتجيلك انت بتعمل لها ديجيتاليزيشن. ادي الصوره داخله بتيجي اعمل لها ديجيتاليزيشن، ادي كده بتبقى عباره عن بيكسلز. تمام. طيب انا هنا دلوقتي في الاوريجينال، ادي عندك 0 و0. بتبتدي الاوريجينال بتاعك من 0 و0. طيب انا مثلا لو عايز اجيب الصوره ديت، انت عندك الاحداثيات بتاعتك اكس كده والواي ده كده. تمام. فادي 0 0. تمام. هتقول لي بقى في الاكس 0 1 2 3 4، ادي 5. تمام. وفي الواي بقى هيبقى 5 و0 و5 و1 5 و2. طب عايز اجيب النقطة اللي تحت دي، هتبقى 6 و2 7 و2 8 و2 8 و3 8 و4 8 و5. تمام. ده كده بالنسبة للألعاب. طيب بقول لك برضو على الايمج بروسيسنج بسرعة. البيت ديبس كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن البيتس المستخدمة عشان تمثل لك كل بيكسل في الصورة. طيب انت دلوقتي لو عندك 1 بت 1 تشانل، ده هيبقى باينري ايمج. طب لو 8 بت كان 1 تشانل هيبقى جراي سكيل ايمج. طب 24 بت دوت هيبقى 3 تشانل ار جي بي، ده كولر ايمج. طب وكان عندك التشانل اللي هي الالفا دي كانت عبارة عن الترانسبرنسي، كنا بنستخدمها في ان انت تركب الصور وكده. تمام. طب بعد كده بقول لك النيبرهود زي بروسيسنج. دلوقتي انت دلوقتي لو عندك بيكسل وعايز تغيرها في الفلتر كون عندنا، وانت بتحتاج تضرب في البيكسلز المحاطة اللي هي البيكسلز المحاطة حولها. تمام. فهنا بقول لك تعرف النيبرز للبيكسل دي. اما لو بوينت اوبريشن فانت مش محتاج ان انت تعرف النيبرز دي. تمام. هنا الهيستوجرام دوت بقول لك عدد الجري ليفل اللي بتحصل في الصورة. يعني كل جري ليفل بيحصل في الصورة وبتعد. تمام. هنا بقى الفلتر، لما تيجي تضرب الفلتر في الصورة، فانا مثلا دلوقتي اقدر ان دوت كده المربع بتاع الصورة خدته طلعته هنا، وادي المربع بتاع الفلتر دوت اللي هو انطبق على الصورة هنا في المربع ده، هاخده برضه اطلعه هنا. فكانت عملية الضرب بتحصل ان الاي في الار زائد البي في الاس، كل واحدة في المقابل ليها. السي في التي زائد الدي في اليو زائد الاي في الفي زائد الاف في الدبليو. تمام. زائد الجي في الاكس زائد الاتش في الواي زائد الاي في الزد، بتساوي الكلام ده كله. النتيجة اللي هتطلع انت هتعدلها هنا مكان حرف الاي دوت، ديت الاي ديت اللي انت هتعدلها. تمام. اهم حاجه بقى جزء عندنا دلوقتي اللي اتعمل ريفرش عشان يعني في المحاضره عشان خاطر الدايليشن والاروجن والحاجات الجايه. تمام. الدايليشن انا بقول لك انت بتعمل ايه. انت بتعمل اكسباند للاليمنت اللي عندك باستخدام الستراكشر اليمنت بي. تمام. لو عندك ايروجن فانت بتعمل ايه؟ بتعمل شرينكينج للاليمنت اللي عندك دوت باستخدام الستراكشر اليمنت بي. طيب دوت الستراكشر اليمنت الاوريجن بتاعك دايما بيبقى في النص، ولو ما كانش في النص يعني قصدي لو ما كانش مثلا حاجه زي 3 في 3 ارقام فرديه، طلع لك مثلا 4 في 4 هنشوفها في الملخصات. حابب طبعا الأول أشكر زمايلنا اللي عملوا الملخصات، سهلت علينا حاجات كتير في الشرح كمان. تمام. فدي مثلا الدايليشن اللي عندك انت الصورة اهيت، وادي الاستراكشر اليمنت. طب دوت معناه ايه؟ معناه ان انت هتسيب الصورة زي ما هي. طيب لكن ديت مثلا معناها ايه؟ انا هنا يعني النقط دي هو بيديهاني، انا بحرك الصورة بناء عنها. ديت هنا كده مثلا -1 -1 دي انت بتحرك الصورة كده. يعني بمعنى ادي الصورة اهيت، هتمسك ده هتيجي جايب النقطة دي هنا، النقطة دي هتجيبها دي هنا، النقطة دي هتجيبها دي هنا، دي هنا. فهتلاقي الشكل كله طالع معاك لفوق كده يعني، جه هنا كده ورص بقية الشكل يعني هتبقى بالمنظر ده، هتبقى بالمنظر دوت كده. تمام. طب النقطة دي مثلا، النقطة دي انا بقول لك هتجيب كل الصورة وهتيجي منزلها لتحت كده. فانت دلوقتي هتيجي جايب دي كده، هتجيب دي هنا كده، هتجيب دي هنا كده. تمام. فهتلاقي الشكل جه معاك لتحت يعني في الاتجاه ده. تمام. فهتبقى هي معاك في الشكل اللي هو ده، فين اللي هو ده كده، هيبقى بالمنظر ده كده. تمام. طب انت في الاخر بعد ما تعمل الدايليشن كل دوت بتيجي تعمل يونيون. انت في الامتحان لما تيجي تعمل دايليشن ومثلا انا مديك النقطة دي، تمام، فهتبتدي تتحرك بناء عليها. يعني مثلا هتيجي جايب الصورة اهيت، وهتيجي محرك مثلا -1 -1 فتطلع كده. تمام. وبعد ما بتخلص كله بتحركه بالمنظر ده، بتيجي راجع لنفس الشكل اللي عندك على نفس الحتة اللي انت كنت شغال عليها، وهتبتدي تتحرك مثلا -1 1 دوت هيتحرك معاك كده اللي فوق يمين. تمام. فتيجي تبتدي برضو تحرك البيكسلز كده عشان مش يعني ما تجيبش كل حاجة منفصلة وبعد كده تيجي تعمل لهم يونيون فتضيع وقت الامتحان. تمام. الاوريجن اللي عندك دلوقتي بتطبق الاستراكشر على الصورة. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي الاوريجن بتاعي دوت. تمام. همسك الاوريجن، همسك الشكل من الاوريجن دوت وابتدي احركه على الصورة. فلازم الاسود اللي عندي في الاوريجن ينطبق على نفس الاسود اللي في الصورة. يعني اهم حاجة الاسود اللي في الكنال اللي عندي دوت. تمام. فهتيجي جاي هنا مثلا دلوقتي هتحرك الشكل،
هنا ديت جنب فوقيه تحتيه مفيش، جنب هنا دلوقتي تحتيه مفيش، هنا فوقيه مفيش، تمام. كل هنا دوت فوقيه مفيش نقطة سودا عشان تبقى زي الشكل دوت بالظبط. تيجي جاي هنا دلوقتي، لا هنا شمالي مفيش. هنا دلوقتي بص النقطة دي الاوريجين بتاعتي، فوقيها واحدة تحتيها واحدة يمينها واحدة شمالها واحدة، دوت ينطبق، يبقى دوت كده اوريجين، تمام. يبقى هتيجي معلم عليها عنها، تمام. كمل تحريك الشكل كده، هيفضل هنا مفيش 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 مفيش. تيجي جاي هنا كده برضو مفيش. هنا دلوقتي هتيجي النقطة دي تنطبق ليه، فوقية واحدة تحتية واحدة شمالي واحدة يميني واحدة. هنا برضو نفس الكلام كده، فوقية واحدة تحتية واحدة شمالي واحدة يميني واحدة. هتلاقيهم هما برضو النقطتين دولت اللي طلعوا عندك كده، يبقى الشكل كله فيه التلاتة دولت، تمام. تيجي هنا برضو بيديك مثال تاني للدايليشن والاوروجن. فالدايليشن انت دلوقتي انا مديك الشكل دوت، تمام. دوت انت بتعمله بترقمه، يعني ادي كده مثلا، تمام. ثانية واحدة، تمام. انت دلوقتي قدر دوت كده زيرو وزيرو، وهنا السالب واحد، وهنا كده السالب واحد، هنا واحد، هنا واحد، تمام. فهنا بقولك سالب واحد سالب واحد، يبقى ادي سالب واحد سالب واحد. هنا عندك دلوقتي سالب واحد وواحد، يبقى سالب واحد وواحد، وهكذا بقى تكمل يعني نفس الاستراكشر كده. هنا مفيش زيرو زيرو، هنا في زيرو زيرو، فهتلاقي الاستراكشر انت مفروض زيرو زيرو هيبقى بالمنظر ده، تمام. طبعا هنا في الدايركشن هعمل ايه، هحرك الصورة عندي بالمنظر ده. يعني مثلا هنا سالب واحد سالب واحد، هتحركه كده بقى، تمام. يعني هتلاقي الصورة كلها عندك طلعت بالمنظر ده كده، تمام. هتكمل بقى على هذا الوضع، تمام. وبتيجي واخد اليونيون في الاخر. هنا خلي بالك الصورة الاصلية مش معاك. تعالى هنا كده تحت الاوريجن، لازم الاسود عندك ينطبق على الاسود. فلما تيجي تمشي المربع ده هنا كده، هتلاقي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، كانوا الاربع نقط السود انطبقوا بنفس الشكل هنا. طب بس دي مش موجودة، دي في الصورة مش عندي في الفلتر، فمش مشكلة، يبقى انا هاخدها معايا دوت كده، هيبقى نتيجة الاوريجن عندي في الحتة دي. هنا هنا برضو نفس الشكل انطبق، فهيبقى برضو نفس القصة شغال معايا، مفيهاش مشكلة. هنا هتجيب برضو الدايليشن، بس هتبقى معاك الزيرو. هتبقى معاك الزيرو دلوقتي اللي هي الصورة الأصلية، يعني معاك مع اليونت بقى، مع بقية الأربع تحريكات التانيين. هنا الأوريجين هتطلع لك النقطة دي بس. طب ليه بقى؟ عشان خاطر انت عندك هنا ادي نقطة في النص كده اسود، اما هنا نقطة في النص اسود، لا مفيش، تمام. فيبقى مش هتنفع. تيجي بقى للاوبننج والكلوزنج، تخيل كده معايا قبضة ايدك اهي مفتوحة، تمام. قصدي تخيل معايا قبضة ايدك مقفولة، تمام. فبقول لك في الاوبننج هتعمل ايه، افتح ايدك بقى كده معايا. فاوبننج انت بتفتح، بفتح ايه، بفتح اللي اتقفل. بمعنى انا بعمل دايليشن للاوروجن، يعني الاوروجن حصل الاول بعد كده دايليشن. طب كلوزنج ادي قبضة ايدك كده مقفولة، تمام. قصدي مفتوحة. فبقول لك كلوزنج بقى، تمام. اقفل بقى ايدك بقى معايا كده. كلوزنج انت بتقفل ايه، بتقفل اللي اتفتح. يعني انت بتعمل اوروجن للدايليشن، تمام. هتيجي جاي هنا دلوقتي عندك برضو هيت اور مس. فباختصار كده الهيت اور مس احنا عندنا بنستخدمه في ايه، بقول لك بديك الاستراكشر، فهتبقى الاسود بينطبق على الاسود، والابيض بينطبق على الابيض. الاسود اللي هو في الاستراكشر بينطبق على الاسود اللي في الصوره، والابيض اللي في الاستراكشر بينطبق على الابيض اللي في الصوره، تمام. يعني لازم الاسود ينطبق على الاسود، والابيض ينطبق على الابيض، تمام. الاكسات دي دونت كير، يعني مالكش دعوه بيها، ولا هي ابيض ولا هي اسود، ما تشغلش بالك بيها. طب التوب هات والبوتوم هات ترانسفورم دوت دلوقتي هو بيعمل ايه، دوت بيعمل لك كده بالظبط الانهانس فيتشر، تمام. التوب هات يبقى انا فوق، يبقى انا ابيض، تمام. طب وبما انا ابيض يبقى انا بهتم بالوايت اوبجكت، تمام. طب بوتوم هات يبقى انا تحت، يبقى انا ضلمه، تمام. يبقى انا بهتم بالاجزاء الدارك. طب انا بالنسبه للتوب، يعني انا قلت ابيض، يبقى هاخد الحاجه اللي فيها الدايره اللي فيها اللون الابيض، يبقى ده الاوبن. يبقى القانون بتاعك الصورة ناقص الأوميجا. طب لو أنا دلوقتي بوتوم، يعني أنا تحت، يعني أنا بلاك، يعني الدايرة بتاعتي أسود، يبقى أنت هتاخد دلوقتي الكلوزنج ناقص الصورة. ده كده بالنسبة للمحاضرة. تعالى نخش نبص بسرعة على الملخص. فهنا كده كان بيراجع يعني ان لو انا اديتك دلوقتي قلت لك عايز فلتر دلوقتي مثلا واحد في اربعة، ده بيترسم ازاي. كنا عندنا مثلا في بايثون او نمباي او اي حاجه عموما، مثلا دلوقتي لما بقول لك واحد في اربعة كنت بتقول لي ده صف واربع عمدان. لا انا هنا بقى بقول لك العكس. هنا دوت هيبقى كده ده كده هيبقى عمود واحد واربع صفوف، يعني بتعكس الدنيا، تمام. هنا اربعة في واحد مثلا، يبقى انا كنت هناك بقول اربع صفوف، لا هنا هيبقى اربع عمدان، تمام. فادي واحد اتنين تلاتة اربعة. طب بالنسبة للسنتر بحطه زي انا هنا، هحطه هنا ولا هنا. هنا انا بقول لك بقى انت بتحط السنتر بناء على ان يبقى عندك شمالك اكتر من يمينك بواحد، وفوقيك اكتر من اللي تحتيك بواحد. يعني لو جيت هنا مثلا كده، ادي فوقية اكتر من اللي تحتيه بواحد، هنا اتنين هنا واحد. طب هنا شمالي اكتر من يميني بواحد. يعني انا هنا لما احط السنتر بتاعي هنا، شمالي ادي هنا اتنين، هنا يميني واحدة، تمام. يبقى اكبر مني بواحد، تمام. هنا بشرح لك العمليات اللي احنا قلناها بقى في المحاضرة.
في مثال بس عايزينه سريعا كده. ادي المثال دوت تمام. فانا هنا بقول لك انا عايز اجيب هنا التوب هات والبوتوم هات تمام. طب ده بيعتمدوا على الاوبننج وبيعتمدوا على الكلوزنج. طب الاوبننج والكلوزنج بيعتمدوا على ايه؟ على الدايليشن والاوريجن. فتعال نجيب الدايليشن والاوريجن. ادي ثانيه نجيب القلم. ماشي. ادي الصوره عندي وادي الاستراكشر هنا فارض لك، هو مديك الاوريجن بتاعك النقطه ديت، لكن لو ما كانش عندنا الاوريجن يبقى انا هعتبر الاوريجن عندي في النقطه دي تمام. طيب انا دلوقتي همسك بقى الشكل عندي دلوقتي من الاوريجن دي وهبتدي احركه. فهتحطه هنا كده. طب اعمل دايليشن ازاي؟ ادي النقطه اللي عندي، وحرك 2 بعديه و2 تحتيه تمام. فادي 2 بعديه 2 تحتيه. تيجي جاي عن حرك بقى الاستراكشر بيكسل باي بيكسل تمام. فادي مثلا الشكل واقف عندي هنا، فنقطتين بعديه ادي كده ونقطتين تحتيه. طب هنا نقطتين بعديه نقطتين تحتيه تمام. هنا نقطتين بعديه والتانية دي بره الصورة، فخلاص مش مشكلة. وهنا نقطتين تحتيه، تنزل بقى واحدة هنا. النقطة دي هتبقى نفس النقطة معايا تمام، ونقطتين بعديه ونقطتين تحتيه. طيب هنا دي بقى مش هتنفع، دي كانت ابيض اصلا من الاول تمام. تيجي جاي هنا نقطتين بعديه نقطتين تحتيه، وتيجي جاي هنا نقطتين بعديه ونقطتين تحتيه تمام. وهنا نقطتين بعديه ونقطتين تحتيه. طب هنا نقطتين بعديه نقطتين تحتيه، وهكذا بقى تمام. هنا نقطتين بعديه اهي ونقطتين تحتيه. هنا دي خلاص فاضيه، مش مالكش دعوه بيها. هنا نفس القصه، نقطتين بعديه نقطتين تحتيه. هنا نقطتين بعديه ونقطتين تحتيه، ادي واحده اتنين يعني، وادي نقطتين تحتيه. هنا اتنين برضه بعديه وهنا اتنين تحتيه. طب هتلاقي في الاخر الدايليشن بتاعك طلع بالمنظر دوت. هنا فاضيه والحواف دي كده كلها فاضيه تمام. ادي دوت منظر الدايليشن. طب بالنسبه للاوروجن، امسح كده ننضف الشكل بس ثانيه. طيب انا بالنسبه للاوروجن بقى لازم بقى الاسود اللي عندك في الاستراكشر ده ينطبق على الاسود اللي في الصوره. طيب ازاي؟ ادي هنا كده هتحط الشكل بتاعي اهو. ادي الاوروجن عندي اتنين بعديه واتنين تحتيه، فادي الاوروجن تمام. وادي اتنين بعديه وادي اتنين تحتيه. انطبقت، يبقى النقطه دي معايا في الاوروجن. طب تيجي بعد كده هتحرك الشكل، هتلاقي بقى هنا مثلا تحتيك ابيض، هنا واحده ابيض، هنا جنبك ابيض، هنا جنبك ابيض بقى فاهم. هنا كده واحده ابيض، فمفيش ولا نقطه تانية هتشتغل معاك غير النقطه دي. طيب اعمل ايه تاني؟ انا كده جبت الدايليشن وجبت الاوريجن. الاوبننج والكلوزنج بقى. الاوبننج انا كنت بقول لك بتعمل دايليشن للاوريجن. طيب تعال نعملها. ادي الاوريجن عندك، اعمل له دايليشن بقى، يعني ادي النقطه حركه بقى على بناء على الستراكشر دوت. ادي النقطه هاخد الاوريجن احطه على النقطه دي، ادي النقطه دي كده معاه. وبعد كده نقطتين بعديه ونقطتين تحتيه، هيبقى بالمنظر ده تمام. طيب عايز اعمل الكلوزنج كنت بقول لك الدايليشن وتعمل له اروجن. فادي الدايليشن، اعمل له اروجن بقى. فلما تيجي تمشي الشكل اللي عندك الاستراكشر اليمنت اللي عندك ده على دوت، فهتلاقيه ينطبق معاك التلات مربعات دول كده تمام. هتلاقي بيطلع معاك التلات مربعات دولت بس كده. الباقي مش هينفع ليه. هتيجي من اول هنا كده عندك واحده فاضيه وهي في الاستراكشر اسود فمش تنفع. طيب هتيجي هنا برضو نفس الكلام بقى، يعني كله هنا في الحواف دي كده كلها واحده ابيض بره تمام. هنا بقى تحت هتبقى واحده برضو ابيض فمش هتنفع. كده انا جبت الاوبننج والكلوزنج اللي عندي. اروح بقى اجيب التوب هات والبوتوم هات. طب التوب هات انا كنت بقول لك ابيض، يعني هتبقى الصوره ناقص الاوبننج. طب فين الاوبننج؟ ادي الاوبننج، الصوره عندي فوق اهي. بقول لك هتشيل من الصوره الجزء ده كده تمام. ادي الصوره، ادي نتيجه الاوبننج اللي عندي، حطها على الصوره وبقول لك شيلها بقى من الصوره. فاللي هيبقى لك المنظر دوت كده اهو تمام. طيب البوتوم هات دلوقتي انا بقول لك ايه؟ البوتوم هات دوت انت بتعمل الكلوزنج ناقص الصوره. ادي الكلوزنج شيله بقى من الصوره، يعني كلوزنج قدر ان هو الحاجه الكبيره تشيل بقى منه صوره. فلما تيجي مثلا انت الشكل هنا بيبتدي عندك من واحد واحد، تعالى كده الشكل عندي بيبتدي من واحد واحد. ادي كده الكلوزنج. طب شيل الجزء دوت بقى من الصوره، فهتيجي شايل لي النقط دي تمام. يعني انت هتشيل لي دي، 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 هتشيل لي دي. ايه اللي هيتبقى عندك؟ اللي هيتبقى عندك الشكل دوت كده تمام. ده كده كانت بالنسبة للمحاضرة الأولى عندنا، حاولت ألمها بشكل سريع يعني.